كنتوا تعرفوا ان سلطة سيزر اصلها المكسيك؟ هعمل لكم سلطة من كل بلد، والنهارده هنشوف سيزر اتعملت ازاي. شيف ايطالي اسمه سيزر هو اللي اخترعها في مطعمه في المكسيك. فجأة المكونات عنده قلت وقرر يحط كل حاجة على بعض، وطلعت السلطة الخطيرة دي اللي دايما بنعملها وبنحبها في كل صيف. الاساس بتاعها 4 حاجات: خس روماني، عيش محمص وجبنة بارميجان، وطبعا صوص سيزر المعمول من بيض، توم ومستردة وانشوجة، زيت زيتون وعصير ليمون وجبنة بارميجان. وبدأوا مؤخرا يضيفوا فراخ أو جمبري، والناس النباتيين بيضيفوا حمص، وبدأوا يضيفوا لها حاجات جديدة زي ما أنا حطيت البنجر على صوص السيزر علشان تطلع باللون الحلو ده، والأطفال يحبوها وتكون حلوة في كل وقت، وطبعا قيمة غذائية أعلى لأننا بنزود خضار. ومن وقتها بقت دي سلطة مشهورة جدا، كل الناس بتحب تعملها لأنها سهلة جدا، مكوناتها قليلة وفي نفس الوقت حلوة قوي، فيها كل العناصر الغذائية، فتعتبر وجبة متكاملة. نشويات في العيش المحمص، بروتين موجود في الفراخ، ودهون صحية موجودة في الصوص. جربوا تعملوها بالطريقة التقليدية وبالطريقة دي، واستنوا سلطة تانية من بلد تانية، وبالهنا والشفا. تفتكروا ليه السلطه اليوناني بتتعمل من غير خس؟ في لافندر سلطه من كل بلد هحكي لكم النهارده قصه السلطه اليوناني. اول حاجه مكوناتها بسيطه جدا، ودي حلاوتها لانها بتتعمل بسرعه. اسمها باليوناني هورياتيكي، يعني سلطه القريه. كانوا بيعملوها المزارعين في اليونان في الصيف. من المحاصيل اللي بيزرعوها كانت طماطم وخيار، وعلشان الخس بيكون بس موجود في الشتاء فاعتمدوا السلطه دي في الصيف من غير خس. وفي الوصفه الاصليه كانوا بيضيفوا قالب الجبنه الفته كامل من غير ما يفتتوه، ويضيفوا رشه زعتر او اوريجانو. والتتبيله ما كانوش بيضيفوا غير بس زيت زيتون. ومؤخرا بداوا يضيفوا خل، لكن في الوصفه الاصليه كانوا بيرشوا ملح على الطماطم ويسيبوها شويه تنزل ميتها، وبعدين يضيفوا الخضار اللي بيتبل بميه الطماطم. لكن في المطاعم وعلشان الوقت كان بيكون ضيق بيضيفوا الخل علشان يعمل مفعول اسرع. والمعروف في السلطه دي انها بتتقطع قطع كبيره، سواء الخيار او الطماطم او الفلفل. والغريب ان مكوناتها قريبه جدا من السلطه البلدي المصري بتاعتنا، بس سبحان الله علشان كل واحده بتتحضر بطريقه مختلفه فكل واحده ليها طعم مختلف وحلو. قولوا لي لو عندكم طماطم وخيار وبصل ممكن تعملوا بيهم ايه تاني غير سلطه البلدي والسلطه اليوناني. واستنوا سلطه تانية وبلد تانية، وبالهنا والشفا. التبولة من أحلى السلطات اللبنانية جنب المشويات. اكتشفوها زمان لما خلطوا الخضار مع بعض، ومن هنا جاي اسم تبولة. أو في ناس بتقول إن اسمها تبولة بسبب التوابل اللي بتتحط عليها: ملح وفلفل وليمون وزيت زيتون. في الطريقة الأصلية بيقطعوا البقدونس ناعم جدا، وكمان الطماطم، ونعناع أخضر طازة أو مجفف. وفي لبنان في منطقة البقاع قرروا يضيفوا لها البرغل، لأن وقتها انتشرت زراعة القمح بشكل كبير. وبينقعوا البرغل في عصير ليمون ويضيفوه مع الخضار، وكمان بصل متقطع صغير جدا أو بصل أخضر. والتوابل ملح وفلفل وزيت زيتون. والسلطات اللي بيكون فيها زيت زيتون كتير بتكون مفيدة جدا للأطفال والكبار. أهم حاجة تتأكدوا إنه بكر ممتاز معصور على البارد، وتخلطوا المكونات كلها مع بعض. في ناس ممكن تضيف لها حاجات زي الخيار ودبس الرمان أو الرمان. والحلو في السلطة دي إنها ممكن تنفع للعيلة كلها، يعني ممكن الأطفال ياكلوا منها، بالذات إن هي ما فيهاش أي حاجة حامية، بالعكس مليانة فوايد وفيتامينز ومعادن، وسهلة قوي تتعمل. أهم حاجة تفرموا الخضار ناعم. قولوا لي حابين السلطة الجاية من بلد إيه، وبالهنا والشفا. في موسم المانجا هنعمل سلطة للكبار والأطفال باختلاف مكونين بس. هنجهز مكونات السلطة: خس وخيار وطماطم وذرة، ونقطعهم صغير على قد ما نقدر. كل ما الخضار أو الفاكهة يتقطعوا صغير كل ما الأطفال هيعرفوا ياكلوه. وعشان توفروا وقت ومجهود، ذرة مسلوقة من جرين هاوس هتسهل الموضوع قوي. ممكن تزودوا بقدونس. هنا بقى دور المانجا، كل ما كانت المانجا ناشفة كل ما كانت أحلى في السلطة. وعلشان نرضي جميع الأطراف ممكن نجيب واحدة طرية شوية مسكرة. وصلنا للخطوة دي، السلطة كده هتنفع لينا وللأطفال. هنضيف مكونين للسلطة نخليها سبايسي أكتر وأحلى: فلفل حامي ومكسيكان صلصة من جرين هاوس. ميزة المكسيكان صلصة إنها مش حامية قوي بس لايق قوي جدا مع المانجا. بعدها هنضيف ناتشوز ولسلطة الأطفال كمان. جربوها وقولولي رأيكم، وبالهنا والشفا.